بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أستاذ وجدي المرجي عباس، رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اليومباف. نحن اليوم بناء على قرار المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوقفة احتجاجية ووقفات احتجاجية أمام الولايات في الوطن، وتسليم رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية حول اختلالات القانون الأساسي والنظام التعويضي. إذا نحن نرفض القانون الأساسي لما فيه من اختلالات، وهذه الاختلالات موجودة ومبينة في الرسالة التي وجهناها إلى السيد رئيس الجمهورية. احنا نطالب بتوحيد التصنيف بين جميع الأطوار والتأطير والتفتيش، هذه وحدة. إلغاء جميع الرتب الآيلة للزوال، احتساب الأثر المالي الراجع من 1/1/2024، الأحقية في الأثر المالي الراجع لتطبيق المرسوم الرئاسي 14/66، استحداث منحة الأستاذية والتأطير، واستفادة جميع الأسلاك من التخفيض في سن التقاعد المعلن عنه دون أي قيد أو شرط. والنقطة الموالية هو الأسلاك المتضررة، فتح آفاق الترقية للأسلاك المتضررة، من بينها موظفون المصالح الاقتصادية، المشرفين والمتخصصون، موظفون التوجيه المدرسي، موظفون المخابر، وموظفون التغذية المدرسية، والأسلاك المشتركة كذلك إلغاء المادة 88 وإدماجهم في قطاع التربية. وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين نطالب بإدماجهم وتثبيتهم، من بينهم أساتذة التربية البدنية والأساتذة اللغة الإنجليزية. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذة من ولاية سيدي بلعباس، أمثل شريحة قطاع التربية. خرجنا اليوم في إطار تنظيم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. نحن أساتذة وموظفي قطاع التربية. نحن خروجنا اليوم لسنا هواة إضرابات واحتجاجات، لسنا مثيري للشغب، نحن أساتذة ومربون. نحن نريد أن نبعث رسالة المربي إلى السيد رئيس الجمهورية إعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي. هناك الكثير من المتضررين من خلال هذا القانون، والشعارات الموجودة اليوم كلها رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية إعادة النظر في القانون الأساسي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ متعاقد التربية البدنية والرياضية باسمي وباسم ولاية سيدي بلعباس وباسم جميع الأساتذة المتعاقدين. نريد من رئيس الجمهورية مثل ما أنصفنا في الرقمنة وأعطانا مناصب مستحدثة في التربية البدنية في الطور الابتدائي، نريد أن ينصفنا بتثبيت هذه المناصب، لأن أساتذة التربية البدنية لا يهنى لهم بال، لأننا لسنا مرتاحين نفسيا، فهنالك مشاكل، زيادة في حجم الساعي، زيادة في العمل. نريد تثبيتنا وإدماجنا في هذه المناصب. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصفتي أستاذ لغة إنجليزية تعليم ابتدائي، ونيابة عن جميع زملائي لغة إنجليزية، نحن اليوم هنا لعدة مطالب، أبرزها التثبيت في مناصبنا المستحدثة، التثبيت أستاذ التعليم الابتدائي لغة إنجليزية في منصبه المستحدث الذي استحدث له، نطالب بالتثبيت. ومن ثم عدة مطالب، من بينها تقليص الحجم الساعي وتقليص عدد الأفواج، نطالب بتثبيت. We need integration. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عمال مهنيين، طبقة مهمشة كثيرة ومظلومين بزاف، وحقنا ضايع بزاف. احنا نطالبوا من السيد رئيس الجمهورية يعني لنا هذا النظام التعاقدي 87 مكرر، وان شاء الله يدمجونا في قطاع التربية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ أقدم تحية، شكر وعرفان لأولئك الأبطال في غزة، ونقول لهم رفعتم رؤوسنا عاليا. بارك الله فيكم. ثانيا، بما أنني الأستاذ لم يستفيد من منح، استفاد فقط من 30%. أما التصنيفات فهي مجرد فتات، ولهذا نطالب أكثر ما نطالب به هو منحة القسم، يعني منحة الأستاذية، تثمين منحة الأستاذية، لأن ما يعانيه الأستاذ داخل القسم لا يعانيه أي إنسان آخر في أي قطاع. ثانيا، الحجم الساعي، وهذا قد جاء بالتخفيض.
ثالثا قضية التقاعد المسبق الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مشكورا، نقول له يجب أن يكون بدون شروط، لا يفاجئوننا بشروط، فقط يكون مثل التمديد. الأستاذ إذا أراد أن يخرج إلى التقاعد يتقدم بطلب يقبل والسلام عليكم. يعني تفادي عدم طرح شروط تعجيزية للذين يريدون الاستفادة من التقاعد المسبق. والسلام عليكم.